فرض موقع مصر الجغرافي وإطلالتها البحرية الممتدة لآلاف الكيلومترات على البحرين الأبيض والأحمر أن يكون لها جيش قوي، ويكون أحد ركائزه الأساسية أسطولاً بحرياً كبيراً متطوراً ومتنوعاً. هكذا بدأ محمد علي فكرته العبقرية في بناء جيش مصر في العصر الحديث، وظل هذا التوجه يمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية العسكرية المصرية في مختلف مراحل تطورها، حتى أصبحت القوات البحرية المصرية اليوم من أكبر القوى البحرية في منطقة الشرق الأوسط، وهو جهد يقف وراءه جيش من رجال البحرية الشرفاء المخلصين لوطنهم والمعتزين بانتمائهم لقواتهم المسلحة، ومن بينهم قائد القوات البحرية الأسبق وأحد قادتها العظام ورمز من رموز البحرية المصرية الشوامخ، أنشودة البحر، اللواء بحري أركان حرب محمود عبد الرحمن فهمي. ولد اللواء أركان حرب بحري محمود عبد الرحمن فهمي في 28 من سبتمبر عام 1929 بمدينة القاهرة حي الدقي. التحق بالدفعة الأولى بحرية وقوامها عندئذ 50 طالباً، وتخرج في الكلية البحرية متفوقاً في ديسمبر عام 48، حيث جاء ترتيبه الثالث على دفعته، ثم سافر إلى إنجلترا في بعثة ضمن 8 الأوائل من الدفعة عام 1950 ليحصل على فرقة الملازم ثاني البحري، ثم تخصص بعد دراسة علوم وأسلحة البحرية في المدفعية، وعاد إلى مصر ليدرس علوم المدفعية وأجهزة إدارة النيران لكبار الضباط. وبعد قيام ثورة 23 من يوليو سافر إلى تشيكوسلوفاكيا عام 55 ضمن الوفد العسكري للتعاقد على صفقة الأسلحة التشيكية لمصر. وفي عام 1957 سافر إلى الاتحاد السوفيتي مرة أخرى للحصول على دورة أركان الحرب البحري، وخدم منذ تخرجه حتى عام 65 في العديد من سفن السطح البحرية بمختلف أنواعها، ثم اختير ضمن 3 ضباط آخرين من القوات البحرية للحصول على زمالة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. وبعد تخرجه في كلية الحرب العليا عام 66 شغل منصب رئيس شعبة التدريب البحري، ثم منصب رئيس شعبة العمليات البحرية بعد يونيو 67. ولقد شهدت الفترة التي تولى فيها ذلك المنصب العديد من العمليات البحرية المصرية التاريخية، والتي تزدان بها سجلات البحرية والقوات المسلحة. ومن أبرز تلك العمليات عملية إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات شمال شرق بورسعيد يوم 21 من أكتوبر عام 1967، والتي أصبح يوم إغراقها عيداً سنوياً للقوات البحرية. وقد تواصلت تلك العمليات بنشاط زائد وتنوع كبير مع توليه قيادة القوات البحرية في 12 من سبتمبر عام 69 وهو برتبة العميد. تصورت عظم المسؤولية وتصورت ان انا يعني شايل قدر البحرية بل قدر مصر كلها بين ايديا. فانا كنت مصمم من اول دقيقة اني لازم احارب والا همشي. اللواء محمود فهمي كان له تقدير موقف جيد جدا للعدو.
اتجه إلى نقط الضعف عند العدو. نقطة الضعف عند العدو في الموانئ، فكان لابد أن يقوم بعمليات استطلاع دقيقة وجيدة وكاملة عن دفاعات الموانئ. احنا عندنا مدمرات وغواصات ولانشات صواريخ وضفادع بشريه، فصممت ان احنا هنضربهم بكل سلاح من هذه الاسلحه. ثم جاءت عملية قصف منطقة رمانة وبالوزة بواسطة المدمرتين دمياط والناصر وسرايا المدفعية الساحلية في بورسعيد ليلة 8-9 من نوفمبر عام 69، لتعلن عن مشاركة القوات البحرية بقوة في دعم جهود بقية الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة في حرب الاستنزاف. وقد أصدر الرئيس جمال عبد الناصر في 23 من نوفمبر عام 69 قراراً بترقية العميد محمود فهمي استثنائياً إلى رتبة اللواء، نظير ما أنجز من أعمال بطولية وما أبداه من شجاعة في تحمل المسؤولية خلال فترة قصيرة من توليه قيادة القوات البحرية. ثم بدأت عملية التحول الهجومي المتسم بالجرأة والإصرار على ضرب العدو في أرضه وإيصال الرعب إلى قلبه. وكانت البداية التي افتتحت تلك المرحلة هي عملية الإغارة على ميناء إيلات الإسرائيلي بواسطة الضفادع البشرية، والتي تعد تصعيداً جريئاً في التخطيط والتنفيذ للعمليات البحرية المصرية. ثم جاءت درة العمليات الخاصة البحرية لتدمير سفينتي الإنزال البحري الإسرائيليتين بيت يم وبيت شيفع. آخر عملية في إيلات كان حطينا ألغام، اللغم الأولاني ضرب جنب الرصيف في ميناء إيلات. بعد نص ساعة نزل قوات من الضفادع البشرية الإسرائيلية بتعمل كسح، يعني بتشوف ايه الخسائر وده من ايه وبتاع. اللغم الثاني ضرب فيهم يعني، فطلعوا أعداد عشرات من القتلى والجرحى في عمليات إسعاف. كون إن احنا نصيب أو يخسروا 10 أو 15 ضفدع بشري، دول أحسن من 10 مراكب. وفي صباح اليوم التالي للعملية والإعلان عنها، أرسل اللواء محمود فهمي إلى تشكيلات ووحدات القوات البحرية رسالة قال فيها: من قائد القوات البحرية إلى جميع الوحدات، لقد أغارت الطلائع الباسلة من ضفادعنا البشرية على ميناء إيلات الإسرائيلي ليلة أمس، ودمرت سفينتين للعدو. وإذ أهنئكم جميعاً، أتطلع إلى نصر جديد تحققونه ضد عدونا الغاشم. إن مصر تنتظر من كل منا أن يؤدي واجبه. اشتركت في أول عملية وكانت عملية ناجحة بشدة، تم التخطيط لها ببراعة، وطبعا التخطيط ده كان تخطيط سيادة اللواء محمود فهمي، الرجل البطل العظيم الذي قام بكافة عمليات القوات البحرية في فترة حرب الاستنزاف، وتمت العملية بنجاح ولم يحدث أي خسائر باستثناء شهيد واحد اللي هو كان معايا، وكان القرار ان انا ارجعه الى معايا في الطريق، وفعلا ما لحقتش الزودياك ووصلت الى الشاطئ الاردني ورجع واتدفن في بلده. لم يحدث في العالم ولن يحدث عملية مثل هذه، ان واحد زميله يموت منه في ميناء معادي ويسيب كل زمايله ويسيب السكيورتي بتاعته وكل حاجة ويسحبوا معاه، انما كل اللي كان في مخه ان زي ما نزلوا سوا لابد انهم يرجعوا سوا. استدعاني وزير الحربية القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد فوزي، وقال لي إن في مهمة يكلفك بيها
الرئيس جمال عبد الناصر شخصيا. وكانت عملية مطاردة وتتبع الحفار كايتنج الذي تعاقدت عليه إسرائيل مع شركة كندية لاستخراج البترول من خليج السويس وقيام الضفادع البشرية بتدميره في ميناء أبيجان بساحل العاج يوم 8 مارس عام 1970 في عملية جريئة ومحكمة. النتيجة كانت مشرفة وانفجرت الألغام الأربعة بالكامل. العملية كانت ناجحة 100%. ولم تتوقف عمليات القوات البحرية بعد وقف إطلاق النار نتيجة لمبادرة روجرز في أغسطس عام 1970، بل استمرت بأعمال الاستطلاع وجمع المعلومات عن موانئ العدو وسواحله بواسطة الغواصات. أنا اشتغلت مع اللواء محمود فهمي رئيس استطلاع القوات البحرية. كان هدفي بالحصول على المعلومات الدقيقة الكاملة الموثوق بها المعتمد عليها، ودي كانت الحاجات اللي بيدقق فيها اللواء محمود فهمي، انه بيعتبر ان اللي هيكلفه بمهمة لازم تكون المعلومات بهذه المواصفات ليضمن نجاح العملية. كنت ببعت الغواصات لمدة تقعد 20 يوم في المياه الإسرائيلية. كل غواصة تقعد 20 يوم قدام حيفا وتل أبيب وأسدود، ويصور المينا، يصور مينة حيفا ويصور مينة تل أبيب وأسدود والكلام ده كله. خسائر العدو المدمرة إلى الغواصة دكار، سفينة الإنزال بيت شيفا، السفينة المسلحة باتيان، السفينة داليا، السفينة هيدروما، الحفار، سفينة التجسس الإسرائيلية، وبعدين تدمير مخازن الوقود والذخيرة في رمانة وبلوز. وفي عهد قيادة اللواء محمود فهمي شهدت القوات البحرية طفرة كبيرة في عمليات التطوير والتحديث في شتى المجالات، كما تم تدشين أول وحدة بحرية تصنع بأياد مصرية، وكان ذلك التطور الكبير هو ركيزة عمل القوات البحرية في حرب أكتوبر المجيدة عام 73. ولقد شغل اللواء أركان حرب بحري محمود عبد الرحمن فهمي بعد ذلك منصب مستشار رئيس الجمهورية للنقل البحري بدرجة وزير في عام 1974، ثم اختير وزيرا للنقل البحري في 16 من إبريل عام 75. وفي كتاب أسماه صفحة من التاريخ كتب اللواء أركان حرب بحري محمود فهمي مذكراته، وتصدر خطاب الرئيس السادات مقدمة الكتاب ليكون دليلا على ثراء محتواه وصدق أحداثه التي هي جزء من المسيرة النضالية للقوات المسلحة المصرية. وكان لحسن قيادة اللواء محمود فهمي وعمق تواصله مع قواته كبيرهم وصغيرهم أكبر الأثر في إزكاء الروح المعنوية وروح القتال. وبكلماته البسيطة كانت تدفعنا دفعا لعمل أي حاجة. يعني فعلا كان يعتني بكل حد فينا بحيث أنه بيبص فينا روح مش قادر أوصفها، يعني لا تسعني الكلمات أن أنا أوصف هذه الروح. اللي هو محمود فهمي كان يعتز جدا بكل من عمل معه، كان يجيبنا ويتكلم عمرنا ما سمعناه بيقول أنا قلت، وهو قاعد فرحان بأولاده، فرحان رغم أنه هو كان صغير جدا، يعني هو مسك البحرية وهو عمره 39 سنة، إنما بالنسبة لنا كان شيء كبير جدا وشيء عظيم جدا. الجدية، الإيمان، حب الوطن. حب الوطن ده كان حاجة فظيعة بالنسبة له، يعني كل الحاجات الصفات دي كانت موجودة فيه من هو طالب إلى أن كان قائدا للقوات البحرية. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم.